صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده بقى هنعمل أحلى ترمس، سهل وبسيط وما بياخدش وقت. الترمس كمان من الحاجات المفيدة اللي بتريح المعدة بعد الحاجات الكتيرة الضخمة بقى البسكوت والكحك. يلا بينا نشوف هنعمل ترمس ازاي. جبنا الترمس الأفرنجي اللي مفهوش مرارة، نقعناه 3 4 ساعات كده، ممكن مية سخنة ممكن مية باردة على حسب. وبعد كده ابتديت ان انا اسلقه كويس جدا هو والحمص. زي ما انتم شايفين كده سلقته بميه سخنه، وبعد ما سلقته واستوى هبتدي ان انا اعمل المحلول الملحي بتاعه. لكل كوبايه معلقه ملح وشويه كمون وشويه شطه وعصره ليمون. الميه دي مغليه قبل كده ومتبرده. هنطلع الترمس وهنحطها في المحلول الملح اللي احنا عملناه، ولازم نحفظه في التلاجة علشان ما يعملش ريم او يبوظ. زي ما انتم شايفين كده حطينا الترمس في قلب المحلول الملحي. خطير يا جماعة، يعني بموت فيه الترمس ده هو الحمص. زي ما انتم شايفين كده حطيناه في المحلول الملحي. بصوا بقى الشطة والكمون ده بيدي تيست عالي قوي. زي ما انتم شايفين حطينا الملح كويس جدا عليه هو والحمص زي ما انتم شايفين، وعصرة الليمون. وبالهنا والشفا.